السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. الاقتراح ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه الصوص ديال الشوكولا اللي كتجي لذيذة بزاف. كما كتلاحظوا معايا القوام ديالها غادي نحضروها بمكونات اللي غتكون اقتصادية وفي متناول الجميع، وما غاديش نستعملوا فيها الحليب، وفي نفس الوقت غادي تكون يعني الاستعمالات ديالها عديدة، تزينوا بها الكيك والكريب ديالكم وحتى كذلك تستعملوها للدم. فخليكم مع الفيديو مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج كاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نديرو في كاسرونه اللي غادي تكون ما تلصقش. ضروري الكاسرونه اللي غادي تحضروا فيها هاد الصوص الشوكولا تكون ما تلصقش. فهنايا غادي ندير كاس ديال العنبه ديال الماء، ما غاديش نستعمل الحليب. من بعد غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال النشا او مايزينا. غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. فالسكر هنايا كيبقى على حسب الذوق، نتوما واش بغيتوها تكون حلوه بزاف اولا بغيتوها تنقصوا السكر تكتفيو غير بمعلقه واحده. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو الحلو اللي كيتستعمل مع الحليب. غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. من بعد غادي نخلطوا هذا الخليط كما كتلاحظوا معايا حتى يذوب لينا داك الكاكاو مع السكر وداك الماء، وتخلطوا كاع دوك المكونات عاد باش غادي نديروهم على نار اللي غادي تكون مهيله. فهنايا غادي نخلطوا المكونات ديالنا كما قلت لكم، وغادي نديروهم على نار مهيله مع التحريك. فهنايا ما توقفوش التحريك، يعني غادي تكون النار مهيله وانتم كتحركوا يعقد لكم الخليط، وفي نفس الوقت باش ما يتحرقش لينا داك الكاكاو يهبط لينا لتحت ديال الكاسرونه ويتحرق لينا. فهنايا كما كتلاحظوا معايا غادي يبدا يبان لكم الخليط ديالكم بدا كيعقد، فغادي تبقاو تحركوا. ومن بعد غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال الزبده. هاد معلقه صغيره ديال الزبده كتعطي اللمعه في هاد الصوص الشوكولا هذا. كما كتشوفوا معايا مباشره ملي كنضيفوا ديك معلقه صغيره ديال الزبده كيبان لنا اللون ديال الشوكولا كيبدا بحال فيه دوك اللمعه. فانايا غادي نضيف تقريبا واحد 6 حتى 8 ديال القطع ديال الشكلاط، كتعطي واحد المذاق في هاد الصوص هادي. هنايا كنحيدوها من فوق العافيه وكنحطوها حتى كتبرد لينا ديك الصوص الشوكولا ديالنا. فهانتوما كتشوفوا القوام ديالها. غادي نخويها في شي اناء وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد. عاد من بعد تبقاو تستعملوها تزينوا بها الكيك ديالكم او تزينوا بها حتى لي كريب، وتقدروا كذلك انكم تخليوها تعقد اكثر من هكا وتستعملوها للدهن، فكتجي لذيذه بزاف وكذلك كتجي اقتصاديه. فتقدروا انكم تحضروا بها كميه كبيره وتحتفظوا بها في الثلاجه. الوقيته اللي احتاجيتوها كتستعملوها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها ان شاء الله وتنجح معكم. كنشكركم على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم المتواصل. كنتمنى نلقاكم فيديو قادم مع وصفات جديده. مع السلامه.